ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كب كيك، هنعمله بطريقه سهله وسريعه، والمقادير بتاعتنا يعني سهله جدا. معايا كوبايه وربع من الدقيق، وربع كوبايه من الكاكاو، ونص كوبايه من الزبده، كوبايه سكر بودر، 2 من البيضه، فانيليا، ونص كوبايه من اللبن السخن، ورشه ملح، ومعلقه كبيره بيكنج باودر. بس كده. يعني مقادير سهله وبسيطه وموجوده عندنا يعني. اولا كده هنعمل ايه؟ هنخفق الزبدة شوية، وممكن نعملها كمان بالمضرب اليدوي عادي جدا. وبعدين هنزل بالسكر البودر، كوباية من السكر البودر. برضو ايه يعني، اخفقهم مع بعض شوية، بس ناخد بالنا من السكر، يعني نقلبه شوية قبل ما نضرب بالمضرب. يعني نخفقه بايدينا شوية لو احنا ايه بنعمل في حاجة مفتوحة زي البولة اللي انا بعمل فيها دي، لان السكر بصوا ايه يعني طلع لبره ازاي. فانا هخفق لحد ما يبقى قوام كريمي. وبعد كده هعمل ايه؟ هنزل بالبيض. انا معايا 2 من البيضة. يعني مقادير الكب كيك سهلة قوي، ومش مكلفة ولا حاجة، وبسيطة. وطلع بجد حلو جدا. يعني عايزة اقول لكم المقادير دي مظبوطة 100%. يعني ما تقلقوش خالص، بجد اللي ما عملهوش ولسه هيجربوا لأول مرة، عايزة اقول لكم مقادير بجد 100% يعني. بس اهم حاجة التسوية. بص، هفضل اضرب لحد ما الاقي ايه القوام كريمي. يعني انا حاطه الزبده مع السكر البودر، والاحسن سكر بودر عشان ما يحببش معانا في الزبده. بصوا كده. يعني ما خدش معايا وقت خالص وانا بعمله. معايا 2 من البيضه، هكسر يعني هكسر البيضايه كده في طبق بره عشان نشوفها لو فيها حاجه كده او كده ما تبوظليش بقيه المقادير بتاعتي. بس هو البيض حلو ما فيهوش حاجه، بس انا يعني ايه برضو يعني ما افتحهاش على المقادير وبعد كده تطلع البيضه مش حلوه ولا حاجه، فتبقى الدنيا باظت معايا. فاحنا ايه نحطها في طبق كده بره احسن. بس هنبدأ بقى ايه نخفق برضو لحد البيض ما يختفي خالص. وبعد كده هنزل باللبن. يعني معايا نص كوباية من اللبن السخن او الدافي يعني. برضو بيفرق قوي مع اللبن لما بيبقى دافي او سخن مع الزبدة. بجد بيفرق قوي في طعم الكيك، حتى الكيك العادي يعني مش لازم كب كيك. الكيك كيكة الحليب الساخن بجد عايزة اقول لكم تحفة برضو. يعني ان شاء الله نعملها مع بعض. كده انا ضفت اللبن نص كوبايه بس، وهخفق شويه، ويبقى كده خلاص خلصنا كل الحاجات السوائل اللي معانا. هبدأ بقى معايا كوبايه وربع من الدقيق، وربع كوبايه من الكاكاو. لو مش عايزين كاكاو يبقى خليها كوبايه ونص من الدقيق. يعني لو مش عايزينها شوكولاته يبقى كوبايه ونص من الدقيق. بس هنخله بس شويه. معايا بقى رشه الملح، ومعايا معلقه كبيره من بيكنج باودر. يعني كده ده كوبايه وربع من الدقيق، عليهم ايه ربع كوبايه من الكاكاو الخام. برضو هنخل الكاكاو كده. بس يعني انا لو مش حابين زي ما قلت لكم كاكاو، ممكن نخليها كوبايه ونص من الدقيق بس. هيبقى برضو كب كيك فانيليا برضو حلو قوي، بيبقى طعمه حلو. بس هبدأ بقى اضيفه على المواد السائله بتاعتنا اللي احنا عملناها بقى. بس واقلب، وهضربه كده شويه لحد ايه ما كل المكونات يعني تبقى مع بعض كده. يعني نخفق شويه دقيقتين ولا حاجه. ممكن نعملها بايدينا عادي خالص. بس نشغل بقى الفرن على درجة حرارة 180. يعني هو يدوب اخد 10 دقايق. 10 دقايق على درجة حرارة 180. هديت النار ل120 درجة. 5 دقايق كمان بس كان استوى وجميل. هتشوفوه برضو يعني انا صوره لكم هو في الفرن. فبجد لا حلو قوي ومخدش وقت خالص. يعني هو يدوب بربع ساعة بالظبط. يعني 10 دقايق على درجة حرارة 180، و5 دقايق خليت الحرارة أقل. يعني احنا في الكيك حتى العادي نعمل كده، نخلي الحرارة عالية أول مثلا 10 دقايق، وبعد كده نهدي النار شوية. هتلاقوها استوت من جوه، ما بقتش ساعات كده بنحط الشوكة نلاقوها برضو طلعت معانا عجين كده. لا الطريقة دي حلوة. بس هحط بقى الصينية اللي هي بتاعت الكب كيك والورق ده. بس وهبدأ بقى ايه
اصب كده العجين بتاعي، بس مش هحط كتير في في الصينيه يعني. احط 3/4 كده عشان برضو لسه ايه، هتلاقوه اما يستوي هيطلع لفوق كده، فعشان ما يبهدلناش الدنيا. فاحنا برضو نسيب حته، نعمل حساب ان هو ايه لسه هيعلى شويه. بس باي حاجه، معلقه بقى او حاجه ننزل بيها. انا بعمل بالسكوب بتاعه الايس كريم دي. بصوا القوام بتاعه، هو ده القوام بجد حلو قوي. بس هنكمل بقى بنفس الطريقه. ممكن والله برضو يعني نعملها في صينيه واحده عادي، يعني لو ما عندناش يعني اللي هي صينيه الكب كيك دي، ممكن نعملها في صينيه برضو بتبقى طعمها حلو. بس احنا عشان بقى ايه يعني الوحدات كده، الكب كيكس الوحدات كده بقى بتبقى شكلها حلو برضو ما نزينها، فالولاد بيفرحوا بيها يعني. وممكن نعمله في اللي هي في زي اللي هي الكب اللي هي السيليكون دي برضو حلوة قوي. ممكن نعملها فيها يعني، ممكن نعملها ونحطها في صينية وندخلها عادي في الفرن لو ما عندناش الشكل ده. بس هبدأ بقى ايه احطها كلها. هما يا دوب بصوا المكونات جت اللي هما ايه 12 واحدة. هما يا دوب يعني هو المقدار ده عمل لنا 12 واحدة من الكب كيك. لو حابين بقى تحطوا شوكولاتة كده في العجين برضو بيبقى حلو قوي. تسيح بقى جوه كده بجد بتبقى جميلة يعني بكل سهولة عملناه. هشغل بقى دلوقتي الفرن على درجة حرارة زي ما قلنا 180. انا شغلته كده، وانا بدأت ايه احط كده في الصينية. شغلت الفرن عشان يسخن. هحط على الرف اللي في النص، بس الاول هحط صينية الكب كيك دي في صاج زي كده اهو زي ما انتم شايفين، عشان برضو الصواني دي بتلاقيها بتلسع الكيك بسرعة. فانا هحطه على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 او على 10 دقايق. وبعد كده ال5 دقايق الاخرانيين هقل الحرارة شوية. بصوا انا بوريهولكوا كده ايه هو جوه الفرن. بصوا على شوية يعني، ده ايه في الاول يعني اول ما حطيته، بعدها ايه ب5 دقايق كده تقريبا. بصوا انا بوريهولكوا ايه بقى ايه لحظة بلحظة. بصوا على ازاي، بس لسه مستويش طبعا حتى باين يعني من قبل ما نفتح الفرن ولا حاجة باين اللي هو ايه مستويش. بس بصوا بيعلى ازاي بقى في وقت قليل خالص. تحفة بجد. خلاص كده كان استوى. هطلعه بقى بصوا الشكل واو بجد. خلاص كده طلعنا الكب كيك وسبناها يبرد خالص. وبعد كده نبدأ ايه نطلعه بقى من الورقات الحلوة دي. بصوا بقى انا حاطه ايه، حاطه في 2 يعني وانا بحطهم في صينيه طلعوا اصلا ورق. بصوا ورقتين بس. بصوا الكب كيك بجد حلو ازاي، متماسك كده وحلو يعني. حتى لما طلعناه من الورق ده بجد بصوا تحفه. والتسويه بتاعته حلوه جدا. واعملوا زي ما بقولكوا كده في التسويه بجد يعني. في اول الوقت اول 10 دقايق كده مثلا نخلي الحراره عاليه، وبعد كده نهدي الحراره شويه حتى لو ما عندناش درجات حراره في الفرن. آه يعني احنا كده بالتقريب كده نخلي الحراره عاليه وبعد كده نقللها شويه. معايا ايه بقى عشان ازينه؟ معايا كريمه كوبايه كوبايه لبن سخن لبن ساقع يعني. كنت حاطه اللبن في الفريزر ومعايا كوبايه من الكريم شانتيه. بصوا في ساعة يعني مفيش دقايق ولقيته تقل والقوام بقى حلو قوي. والمضرب ده بجد اليدوي ده حلو جدا يعني، انا اول مره اجربه بس تحفه بجد يعني. بالايد كده بتلاقوه بيعمل حاجه بجد بسرعه قوي يعني. عمل الكريم شانتيه اهو في دقايق. فحلو عجبني الصراحه. ومش ما كانش غالي يعني ب25 جنيه. بس تحفه. بس هبدأ ازين كده واحط سبرينكل وخلاص يعني. ومعايا شوكولاته انا عندي شوكولاته خام يعني هسيحها في الميكروويف وازين بيها برضو. وممكن اللي هي الشوكولاته اللي هي بتاعت كريم اللي بتاعت الدهن يعني، القابله للدهن دي برضو بتبقى حلوه.
ان شاء الله نعملها مع بعض برضو. كنت عاملاها بجد كانت تحفة، وبتقعد في التلاجة وقت حلو يعني، ومكوناتها برضو موجودة عندنا يعني. بس انا كان عندي شوكولاتة خام فسيحتها كده وحطيتها برضو على الكب كيك، بجد عطت طعم حلو قوي. يعني شوكولاتة انا بسيحها في الميكرويف، بس بحط عليها مكعب زبدة. عايزه اقول لكم بتبقى حلوه قوي. يعني مكعب الزبده بيغير في طعمها كده، بيخلي الشوكولاته حلوه. وحتى لو هنسيحها برضو مش في الميكرويف، ممكن نعمل كده، نحط مكعب زبده بيخلي الطعم حلو. واو، تحفه. يعني عملنا كريم شانتيه وسبرينكل، وهنحط برضو على الشوكولاته بس. ومعايا شوكولاته كده مكعبات، آه برضو هزين بيها. وكده خلصنا الكب كيك بجد بسهولة جدا. يعني لو عندنا بقى كده حد مع عزومة مثلا او ضيوف جايين لنا او حاجة، بكل سهولة هنعمله في وقت قصير جدا، وبيبرد بسرعة. يعني هنزينه مفيش بعد ما يطلع ب10 دقايق ولا حاجة. فبجد عايزة اقولكوا تحفة. تعالوا نجرب كده بقى ونشوف، نفتحه كده ونشوف. هناخد شوكولاتة طبعا، انا من عشاق الشوكولاتة. بصوا، لا هش وسفنجي بجد وتحفة. لا والطعم بجد حلو قوي، والمقادير مظبوطة جدا. يعني كوباية السكر مش كتيرة خالص، يعني مش سكري بقى لا حلو يعني، هيعجبكم. آه بصوا، قوام بجد سفنجي ورائع يعني. جربوه بجد مش هتندموا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامة.